انا اتجننت وعملت محشي فاصوليا. عايزه اقول لكم الاكله دي من اجمل الاكلات السوريه من حلب تحديدا، وانا هقولها لكم ازاي بكل بساطه. هنجيب فاصوليا عادي جدا وقطعيها اي تقطيعه تعجبك، ولو اول مره تشرفوني في القناه دعموني باللايك، وهعلمكم اكلات كتير جديده على المطبخ المصري، واتمنى تعملوا لايك للفيديو عشان يتشاف. وانا بحبكم جدا وانتوا بتوحشوني، وانا بحاول ابذل جهد عشان القناه تعجبكم باذن الله. كل اللي اخدته مني الطبخه دي نص كيلو لحمه مفرومه، ربع كيلو اتحط مع الرز اللي هيتعمل بيه المحشي، وربع كيلو هيتحط في الفاصوليا. طب ايه جاب المحشي للفاصوليا؟ هو ده موضوع الفيديو بتاعنا. انا جبت كوسه، طبعا بتقوريها عادي جدا، بس تكوني حريصه انك تكوني احجامهم متقاربه من بعض، ولما تقوريها ما تبقاش رفيعه قوي زي ما انت شايفه كده. طبعا الفاصوليا هنا اتقطعت. انا بجهز طبختي كده كلها وانا قاعده، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وندعي لإخواتنا في فلسطين وفي كل الدول العربية المنكوبة، ربنا ياخد بإيديهم يا رب ويهدي ولادنا، اللهم آمين أجمعين. تمام، خلاص أنا قورت هنا، كنت خلاص عملت الحشوة أصلا عبارة عن إيه؟ انتوا عارفين اللب بتاع الكوسه ده اللي طالع ده، انا مش هرميه، انا هحفظه وهوريكم انا هحفظه ازاي. ممكن اعمل منه مش اقل من 3 طبخات. تمام، اصلا الحشوه دي عباره عن ايه؟ رز ولحمه مفرومه وفلفل اسود وملح وسمنه بس، لاني اصلا انت مش محتاجه انك تحطي صلصه. والكوسه بالذات وانت بتحشيها تحشيها وتدقيها على ايدك عشان تنزل. وباخد لب الكوسه هنا بقفل بيه كده المحشيه، وهقول لكم ليه. ده بقى اللي فاض بحط عليه شويه زيت علشان تفضل كده سليمه وجميله. تمام، وبعدين بحطها في كيس وابططها، احاول اطلع الهواء قدر المستطاع. تمام، كيس مش عايز يتفتح بقى ودوخني. وبتحطيها في الفريزر. انا النهارده الاكل اللي انا عاملاه كتير، فمحتاجتش ان انا اطبخها وفي اي وقت ما عنديش خضار ولا عندي حاجه اطلعها. تمام، بطلع الهواء قد ما اقدر، والطبق كل شويه يقع مني، بس عادي يعني اهو. تمام، وحطيتها في الفريزر، هنطلعها في مره مع بعض ونطبخها مع بعض باذن الله. انا هنا حشيت كل الكوسه وسديتها، فاض مني حشوه. الحشي فلفل احمر واخضر. تمام، بس هزود صلصه بقى على الحشوه اللي فاضت من الرز، وهعمله بطريقه المحشي السوري، هفهمكم ازاي برضو. انا هنا حضرت حاجه الفاصوليا، بحط حته سمنه على حبه زيت، وبحط التوم وكزبره ناشفه بالنظر، يعني انا حاطه راس توم ومعلقه كزبره كبيره. تمام، لحد ريحتها كده ما تطلع. بسقط بعد كده الفاصوليا بتاعتي، بسقط اللحمه. تمام، لحد ما احس ان هي استوت، اقوم منزله عليها الفاصوليا. ازاي الكلام ده؟ انا عايزاها تاخد لون. انا حطيت هنا فلفل اسود ومرقه وملح بسيط، بحاول اظبط. هنا كنت لسه بحشي في الفلفل، هنا كنت خلصت حشو. تمام، طيب انا هنا استوت، شلت 3/4 وسبت ربع تحت، ورصيت الكوسه بتاعتي، وحطيت بقيه الفاصوليا. والله طعمها بيشهي. هنا بقى انا بجهز الشوربه بتاعتها، هي ولا حاجه، ميه وصلصه وفلفل اسود وملح، حسب ما انت عايزه تقولها. عايزاها مسبكه بتقلي الصلصه، مش عايزاها مسبكه خلاص اعمليها زي كده، انا بحبها خفيفه. هنا بقى المحشي السوري اصلا بيبقى له حمض. اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك واشتركوا في القناه، انا بحبكم قوي.